أولا نيوز، أول تلفزة رقمية أمازيغية بالمغرب. التوجيه للمغرب بصفة عامة. اليوم الرحلة تحط اليوم في مدينة مراكش من أجل التواصل مع الناديين والمؤسسين بهذه الاستراتيجية المسمع منها أو المتوقع منها أنها تقوم بتحسين جودة التواجد ما بعد مرحلة الإنتاج، أي في مرحلة التسويق، خصوصا وأن المغرب عرف واحد النهضة على مستوى إنتاج التواجد في مرحلة الإنتاج منذ إصدار قانون مشروع الصعيد اللي كينظم التربية ديال القطاع ديال التواجد. ونعطيك واحد الكلمة بالمناسبة، كلمة ترحيبية. تفضل سي حاج. والصلاة والسلام على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنه لشرف عظيم لي أن أتقدم أمامكم لأرحب بكم جميعا في مدينة مراكش وفي الغرفة الفلاحية. أرحب بكافة الحاضرين والحاضرات وأشكرهم على تلبية دعوة الفيدرالية البينمهنية في هذا اليوم التواصلي. في الحقيقة بعد الكلمة الشيقة لأخينا المتخصص في الصحافة سي خالد مرقلية، في الحقيقة ما نقول لكم إلا أن أشكر مرة أخرى المتدخلين الذين سينيرون طريقكم في هذا على تقنية تربية الدواجن ومحاربة الأمراض وتقنيات التلقيح وغيرها، مع ثلة من الأخصائيين الدكاترة البيطريين من المنطقة ومن مناطق أخرى. وهذه المرة سيكون الحديث عن هذا الاستعمال ديال الرياشات التقليدية. البائع الدجاج اللي ياخذوا معنا البيض وتيبيعوا الدجاج، ولهذا أهيمهم ينتبهوا مزيان ويستفدوا من عندنا خيرة الناس اللي كانت في نظري أنها لا تشكل أي خطر على المواطن، لأن لحد الآن لم نتلقى أي شكاوي ولا أي اعتراض على الدجاج. تكون على مستوى مختلف المجالات، خصوصا كرة القدم، ونحن نقوم على اعتبار كأس العالم 2025 وأيضا كأس العالم 2030. إذا أرحب أيضا بالسادة المؤطرين لهذه الأمسية، الدكتور عبد الله حسن أستاذ جامعي سابق وخبير في قطاع الدواجن. سميت صفات هشام بن مومر، رئيس جمعيه تجار الدواجن بالجنوب التقسيط بجهه مراكش اسفي. اليوم كاين في واحد لقاء تواصلي هنا بغرفه الفلاحه بمدينه مراكش لفائده مهنيه قطاع الدواجن. هذا اللقاء هذا كيعرف حضور عدد كبير من الاساتذه والدكاتره في هذا الميدان هذا بخصوص تشجيع مجازر ذات قدره انتاجيه منخفضه. كي كتعرفوا خصوصا حنا في مدينه مراكش ما عندناش شي مجازر اللي كبيره بزاف. كنعرفوا بان المطاعم ديال مدينه مراكش ولا كذلك الفنادق كيتزودوا بالدجاج من مدن اخرى، من الدار البيضاء، من اكادير. وكيف يعقل بان مدينه كمراكش مدينه كبيره سياحيه ما عندهاش مصدر اللي تزود هذه المطاعم. من هذا المنبر هذا مره اخرى كنناشدوا المسؤولين على راسهم السيد والي مراكش والسيده فاطمه الزهراء مسؤول عمده مدينه مراكش لانشاء مصدر عصريه تليق بمدينه مراكشيين. ونحن كجمعيه نناشد كذلك المسؤولين في هذه المدينه، لانه لا يعقل بان مدينه كمراكش ما تكونش فيها مصدر، لا يعقل ابدا. وكنناشدهم هذا المنبر مره اخرى وباي طريقه، سواء بشراكه معهم سواء باي طريقه، نحن مستعدين باش نسيروا هذا المرفق هذا، واللي غادي يكون هو كذلك بالنفع للمجلس الجماعي وللمدينه ككل. الإعجاب بالفيديو ومتابعة جديدنا على وسائل التواصل الاجتماعي.